عادي وبتحصل إنك تمد إيدك لحد بالخير، لكنه ينسى فضلك وينكر خيرك، وكمان يعض إيدك ويسبب لك جرح. وكمان عادي إنك بسرعة تستخدم إيدك التانية وتطهر جرحك وتداويه وترجع تمام وإيدك سليمة. لكن اللي مش عادي أبدا والمميت إن الجرح يكون عبارة عن طعنة سكينة خيانة من أغلى إنسان على قلبك وأقرب حد لروحك. وقتها بتكون زي المحموم من كتر الألم والصدمة والمفاجأة، بتحاول توصل بسرعة بإيدك لمكان الطعنة عشان تشيل سكينة غدره من ظهرك، لكن للأسف مش هتقدر تطول مكان الطعنة لأنها جت مفاجأة في حتة صعبة، وجرحك بينزف وبينزف ومفيش حد يساعدك، لأن اللي طعنك هو نفسه اللي كان مكانه المفروض في ظهرك سند وأمان. والسؤال المهم، يا ترى جرحك هينزف لإمتى؟ ويا ترى لو حد ظهر يساعدك ويحاول يشيل السكينة اللي في ظهرك هتثق فيه؟ مهما كانت إجابتك على السؤال، صدقني واسمع مني، ما تثقش في حد لدرجة إنك تديله ظهرك، لأن الطعنة بتكون شديدة وجرح القريبين صعب يتداوى.